أخف وأحلى من الفطير المشلتت، بمعلقتين سمنة بس هتعملي أحلى فطاير، بجد مورقة من جوه وتحفة. عايزة أقولك أحلى وأطعم من الجلاش، بجد هتنسيكي خالص إن انت تعملي الفطير تاني. معلقتين سمنة بس خفيفة، يعني مش تقيلة على المعدة كده. مش هتقولي بقى لا ده الفطير بياخد سمنة كتير وبيبقى وبيتعب معدتي وكده، لا بجد جربوا الفطاير دي، اخف واحلى من الفطير. شايفين لونها عامل ازاي؟ وبجد مورقه كده من جوه، وتنفع تعمليها باي حشوه انت حباها. لو شايفين ان قناتي تستاهل، يا ريت تدعموني بلايك وشير مع اصحابكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. يلا نسمي ونصلي على رسول الله. وبتمنى من احلى اخوات ما تنسوش تدعموني بلايك وشير مع اصحابكم. تعالوا نبدا. اول حاجه كده معايا طبق غويط، نص كوبايه من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه، مش مستاهله يعني ان هي تبقى دافيه ولا حاجه. وكمان نص كوبايه من اللبن، لو حابه تحطي كله ميه مفيش اي مشكله. هنا معايا نص معلقة من الملح. هنا معايا معلقتين كبار من السكر، المعلقة اللي هي انت بتاكلي بيها العادية خالص، مش شرط المعلقة المعيارية بتاعتي دي. هنبتدي بقى ان احنا نقلبهم كويس كده مع بعض لغاية كل المكونات ما تدوب في بعضها كده. بس هنجيب بقى الدقيق بتاعنا. انا معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق. الكوباية دي 250 ملي، بتعادل معاكي الكوباية اللي هي المج اللي بتشربي فيها الشاي. تمام كده. 4 كوبايات دي يعني نص كيلو من الدقيق. تمام كده. هتبتدي ان انت تحطي هنا معلقه صغيره من البيكنج باودر. البودر هنا فايدته حلوه قوي للفطاير بتاعتنا، بتخليها حلوه كده وهشه من قلبها، وبتكون مورقه كده معاكي وانت بتاكليها، ما تكونش مكتومه. تمام كده. عايزين بقى نعجن كويس جدا، ندخل كل المكونات في بعضها. هنا انا حطيت كمان نص كوبايه من الميه. يبقى انا حطيت هنا في الاول حطيت نص كوبايه من الميه ونص كوبايه من اللبن. تمام كده. لو عايزه تستبدلي اللبن بالميه مفيش اي مشكله. وانا بعجن كده حسيت ان هي لسه محتاجه ميه معايا، فانا كنت مفضله كوبايه ميه في الاخر، ما حطيتهاش في الاول، حطيت منها كوبايه الا ربع. ماشي، ما حطيتهاش كلها ابدأي برضو. حطي شويه بشويه كده لغايه العجينه ما تلم معاكي، ما تنزليش بالميه واحده واحده كده. قصدي ما تنزليش بيها مره واحده، عشان خاطر ما يبقاش لين معاكي زياده عن اللزوم، وتبتدي بقى ان انت تحطي دقيق تاني وتزودي ميه تاني، ويبقى يعني كده ايه، حاجه متعبه بالنسبه لك. فانتي هتبتدي ان انت تحطي الميه شويه بشويه كده. عايزاكي بقى تعجنيها كويس جدا على الرخامه كده. اهم حاجه في العجين تطلعي اي مخبوزات معاكي ناجحه انك تعجنيها كويس. شايفين انا بعجن ازاي؟ عايزه الملمس بتاعها يكون ناعم، وفي نفس الوقت ما تكونش العجينه معاكي لابسه ولا تكون لينه بتلزق في ايديكي. تكون الملمس بتاعها ناعم بالشكل ده، وتكون مظبوطه كده. بس كده خلاص عجنتها كويس، وابتديت بقى ان انا حطيتها في البولة بتاعتها تاني، وهغطيها. عايزة بس اريحها 10 دقايق عشان لما نيجي نفردها تتفرد معانا كويس. يعني تمشي معاكي، ما تلمش معاكي تاني وانت بتفرديها او بتعجني او بتكوري. ماشي. فانت تبتدي بقى ان احنا خلاص بعد ما ارتاحت معانا هنقسم العجينة بتاعتنا، ونبتدي بقى ان احنا نكورها على 3 كور. ماشي. هنبتدي بقى اهوت هعملها على 3 كور. بتكون الكرة بتاعتك كبيرة كده، بس يا ريت يكون حجم واحد عشان التسوية بتاعتك تبقى واحدة. هكورها اهو يا بنات. شايفين ما شاء الله العجينة ناعمة ازاي؟ عشان عجناها كويس. يعني ادي العجينة حقها في انك تعجنيها كويس، هتديكي في الاخر مخبوزات ولا اروع من كده. بس كده هنكورهم على 3 كور. وبعد كده هنسيبهم بقى يرتاحوا. هتغطي عليهم وتسيبيهم يرتاحوا برضو ربع ساعة. تسيبيهم يرتاحوا. بس انا حطيت على الصينيه بتاعتي كده شويه من الدقيق، وابتديت بقى ان انا احط عليهم الكور، العجين بتاعتي، وهغطيهم او واسيبيهم بقى ياخدوا راحتهم عقبال ما نعمل الحشوه بتاعتنا. انا هنا معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، ومعايا كمان بصلتين مقطعاهم شرايح، وواحده بس كده من التوم. لو مش بتحبي التوم مش مشكله ما تحطيش. حطيت هنا معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهحط كمان نص معلقه من الملح. وهبتدي بقى ان انا اقلب الحشوه بتاعتنا كويس جدا. حابه بقى تحطي معاهم جبنه موتزاريلا مفيش اي مشكله، هتطلع معاكي تحفه برضو كده، وانتي بتاكليها تبقى يعني بتمط كده الجبنه معاكي للي بيحب الجبن. حابه تحطي بدل الحشوه دي لحمه فراخ مفيش اي مشكله برضو. اي حشوه انتي نفسك تعمليها. على فكره الفطاير بتاعتك دي هتاخد منك اي حشوه انت حباها. هنبتدي بس ان احنا نعجنهم كويس كده في قلب بعض. على فكرة انا مقطعة البصل بتاعي شرايح صغيرة، وبعد كده قسمتهم على 3 كور، نفس الكور اللي انت عملت بيها العجين هتقسموهم على 3.
وزي ما قلت لك اي حشوه انت عايزاها اعمليها. هبتدي بقى ان انا بعد ما سبت العجين بتاعي يرتاح معايا ربع ساعه، هجيبه على الرخامه كده، وهبتدي بقى ان انا افرد اول كرة معايا. حطيت الاول دقيق من تحت، وبعد كده حطيت على الوش دقيق، وهفرد كويس جدا. كل ما تسيبيها ترتاح معاكي هتتفرد معاكي بكل سهولة، ومش هتلمي تاني معاكي العجينة وانت بتفرديها. تمام كده. واحنا شغالين في الفرد كده هقول لكم على نوع الدقيق. دقيق مخبوزات بيكون في عرق كويس ان هو تطلع معاكي الفطيرة وانت بتفرديها كده ما تتقطعش معاكي. بس كده يا بنات فردت اول فطيرة اهو. السمنة اللي انا هستخدمها هنا معلقتين كبار من الزبدة عليهم معلقتين كبار من السمنة. تمام كده. احط على كل فطيرة معلقتين من السمنة اللي انا عملتها دي، واهم حاجة ان انت تسيحيها بس على البوتاجاز كده تفك معاكي. بعد كده حطي معلقتين وابتدي بس ان انت افرديها على الفطيرة كلها بالشكل ده. هنحط بقى الحشوة بتاعتنا. اول كورة كده عملناها هنحط عليها الحشوة برضو. زي ما قسمنا اللحمة، عملناها على 3 جوانب. هنحط كده اول جانب من اللحمة بالشكل ده. واهم حاجة ان انت تفرديه كويس في كل الفطيرة بتاعتك، عشان واحنا بنلفها رول على بعضها ما تتقطعش معانا. شايفين انا بفردها ازاي؟ لو في اي حاجة في الجنب ده او في الجنب ده تفرديها انت، توزعيها كويس بايديك. بس كده. السمنة قلت لكم انا هنا حاطه نوع السمنة بتاعتي، حاطه زبدة على سمنة. تمام كده. لو حابة تحطي سمنة بس او زبدة بس مفيش اي مشكلة، اللي متوفر عندك حطيه. يبقى انا حطيت كوباية من السمنة، مثلا نص كوباية نص كوباية زبدة على نص كوباية سمنة او العكس. هبتدي بقى ان انا الف الفطيرة بتاعتي بالشكل ده، الفها على بعضها كده. وانا بلف بضغط، هوريكم دلوقتي في واحدة تانية. بصوا. بعد ما لفتها هبتدي بس ان انا الفها، ادورها معايا شوية كده، افردها معايا شوية كده، عشان لما اجي الفها على بعضها زي الكحكاية كده تبقى معايا مظبوطة وما تطلعش معايا سمكها تخين وانا بلفها. بصوا. بلفها رول على بعضها كده، منها تديكي شكل حلو ومنها كمان تتفرد معاكي وما يبقاش سمكها تخين. بصوا. هتبتدي بقى ان انت تجيبي اول طرف وهتلفيه على بعضه كده، وانتي برضو بتلفي الرول بتاعك. لو حاجة حتة اتقطعت منك كده مفيش اي مشكلة، كل ده بيتلف على بعضه مش هيبان. بصوا. بتحاولي بقى ان انت تلفيها رول على بعضها كده، بتدي شكل معاكي حلو، والفطيرة بتطلع مورقة من كل حتة. بس يا بنات شايفين ده بيكون شكلها. جبت الصاجة بتاعتي كده ودهنتها بالسمنة، وهبتدي بقى ان انا احطها كده. الصاجة هتاخد معايا 2 من الفطير. هحط فطيرة هنا وواحدة قصادها. شفتوا انا خلاص اهو فردت التانية، وهبتدي بقى ان انا احط معلقتين كده من السمنة. وهبتدي ان انا افردهم كويس جدا على الفطيرة بتاعتي. زي ما قلت لكم ان هي مش بتاخد سمنة كتير، بس معلقتين كده من السمنة وخلاص. مش يعني مش تقيلة زي الفطير، بتبقى خفيفة او حلو. بس هنفرد بقى الحشوة بتاعتنا الحلوة دي، ونبتدي ان احنا نفردها على كل الاتجاهات. يعني عايزاها مالية الفطيرة، مش في حتة بس، مش في مكان ومكان تاني، لا. بصوا. انا بحاول ان انا افردها في كل الاتجاهات كده، وعلى كل الفطيره بتاعتي. زي ما قلت لك لو انت حابه اي حشوه تحطيها، ممكن تحطي صدق تقطعيه حتت صغننه كده، وتحطي معاه برضو شرايح من البصل. يعني بقى الحشوه اللي انت عايزاها فنني فيها. هبتدي بقى ان انا الفها كده على بعضها، وبعدين الفيديو موضح لكم اهو. وانا بلف بحاول ان انا الف واضغط. مش بتسيبيها كده بتلفيها، لا، بتحاول ان انت تلفي وبتضغطي. مش بتلفيها على طول على بعضها، وانت بتلفي بتضغطي كده. بصوا. اهو وانا بلف بضغط كده، بحيث ان هي لما اجي افرد الرول بتاعي تاني ما يكونش واخد معايا هوا كده ويتقطع معايا بسرعة. لا، بصوا انا بضغط عليها وانا بلفها. بس كده. هفردها كويس كده مع بعضها، وبعد كده يعني هلفها حوالين نفسها كده. شايفين اهو. بلفها حوالين نفسها كده بحيث ان هي تاخد شكل حلو معايا، شكل الفطيرة لما يطلع معايا من الفرن. بصوا. نبتدي بقى ان انا اجيب اول طرف والفه على بعضه كده زي الصدفة كده، تكون شكلها حلو قوي. شايفين اهو. بلف وانا بلفها، بحاول ان انا الف الرول بتاعي على بعضه كده. عايزه اقول لكم سهله خالص، وبتعطي شكل حلو وبتدي طعم احلى. جربوها ان شاء الله هتعجبكم.
يا ريت بقى يا بنات لو انتوا وصلتوا لغايه النقطه دي ما تنسوش تحطوا لي لايك حلو زيكم، وتشيروا لي الفيديو مع اصحابكم، عشان بجد بحب ان انا اسمع تعليقاتكم، وبحب دايما ان انا اشوفكم بتدعموني، عشان انتوا بجد حبايبي. وبتمنى يا بنات تكونوا بتستفادوا من اي وصفه انا بعملها. هبتدي بس ان انا اسيبها ترتاح برضو ربع ساعه. بعد ما خلصت التشكيل هسيبهم كده ربع ساعة معايا، وابتدي ان انا اغطيهم. بعد كده خلاص ما عدت الربع ساعة، هبتدي ان انا اجيب صفار بيضة واجيب معلقة كده من اللبن، وهبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض. لو مش حابة تتهني بالبيض، بصفار البيض لو مش بتحبيه ممكن تتهني باللبن بس عادي مفيش اي مشكلة، او تتهني بالزبدة. وهتبتدي بقى ان انت تدهنيهم بالفرشة كده، وهتكوني مسخنة الفرن بتاعك يعني مسخناه كويس، وهتحطيها في الرف الوسطاني. وهتكوني انا هنا حاطه في الفرن اللي هو العادي، الفرن الغاز. لو حابه تحطي بقى في الفرن اللي هو فرن الكهرباء، هتكوني مشغلة من تحت انا هنا مشغلة الشوايتين ومهديه عليهم، عشان برضو الفطير يستوي معاك كويس وما يبقاش عجين من جوه، ويبقى مورق كده وتحفة. بصوا انا مهديه النار بعد ما شغلتها الفرن سخنته وهديت عليها النار عشان تستوي، واللحمة كمان تستوي. انتوا ما تنسوش برضو ان اللحمة هنا احنا حاطينها نية مش حاطينها مستوية. وعلى طول بعد ما تخلصيها طلعيها بقى من الفرن، وابتدي ان انت تغطيها كده عشان تبقى طريه معاكي. لو عايزاها كريسبي وحلوه من بره وبتقرمش كده ما تغطاش. انا اصلا ما غطيتهاش، وبجد كانت طريه من جوه ومورقه، ومن بره كده تحس ان هي مقرمشه كده، وبجد تحفه. شايفين شكلها اصلا عامل ازاي؟ مفيش بقى تسلم ايدك يا سمسم. يا ريت بقى كل اللي شاف الفيديو لغايه النقطه دي ما تنسيش تحط اللايك الحلو بتاعك، وتقولوا لي في التعليقات تسلم ايدك يا اسماء، عشان بجد بفرح بكلامكم الحلو ده. شايفين ما شاء الله؟ شايفين الرول عامل ازاي؟ بجد تحفة. شايفين الفطيرة لونها والطبقات بتاعتها من جوه بجد تحفة. لو انت اي حد جايلك كده بجد اعمليها على السريع هتشرفك قدام اي حد. عايزة اقولك ان الاولاد هيفرحوا بيها قوي قوي. وزي ما قلتلك اي حشوة انت حباها بتاخد اي حشوة انت عايزاها، يعني مش شرط لحمة، مش شرط فراخ، مش شرط اي حاجة تكون فيها لحوم. ممكن تحطي جبن بس هتطلع معاكي تحفة برضو. شايفين اصلا من جوه عاملة ازاي؟ مورقة وتحفة. لو حابة تحطي مع اللحمة شوية جبن كده مفيش اي مشكلة بقى، هتحبيها اكتر. ايه رأيكم في الجمال ده؟ بتمنى يا بنات تكونوا حطيتولي اللايك وتدعموني، يعني تدعموا القناة، عشان بجد بحب ان انتوا تدعموني. وبتشجع كده ان انا اقوم واجرب في وصفات تانية، واخترع لكم اي وصفة تانية تعجبكم. ما تنسوش بقى يا بنات تحطوا لي اللايك. ان شاء الله بشوفكم في فيديو تاني جديد، وفي وصفات تانية جديدة، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.